السلام عليكم ورحمة الله. طلاب الشهادة الإعدادية في كل مكان، كل سنة وانتم طيبين. توكلنا على الله يا شباب. النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض وهناخد مع بعض درس اسم المفعول. درس فيه شغل حلو جميل بسيط، ما تقلقش منه، هنشتغلوه مع بعض واحدة واحدة. يلا بينا نتوكل على الله. سمي الله، كوباية الشاي وخليك مع الجين. النهاردة يا شباب هنشتغل مع بعض درس بالنسبة لدرس اسم المفعول. درس بسيط ما فيهوش مشاكل كتيرة طالما انت مركز فيه. في البداية يا شباب تعالوا كده نكتب اسم درسنا، اسم المفعول. واحد يجي يسألني ويقول لي يا جيني هو ايه اسم المفعول ده يا جيني؟ بكل بساطة يا شباب قال لك هو عبارة عن اسم يدل على وقوع الفعل عليه. يعني ايه الكلام ده مستر مؤمن؟ قال لك يعني عبارة عن اسم، الاسم ده بكل بساطة يدل ان الفعل حصل عليه. بمعنى ايه يا مستر مؤمن؟ برضو هقول لك. بص يا شباب، لو انا جيت قلت لك الولد مضروب، الولد ايه؟ مضروب. انا هسألك سؤال بس في الاول واحدة واحدة مع بعض كده. هو الولد هو اللي ضرب ولا هو اللي اتضرب؟ طبعا سيادتك هتقول لي ان الولد هو اللي اتضرب، يعني هو اللي قام بالفعل ولا وقع عليه الفعل؟ قال لك لا، هنا يا شباب ان كلمة الولد مضروب يعني الولد هو اللي ايه؟ اتضرب، يعني هو اللي وقع عليه الفعل. يبقى في الحالة اللي زي دي يبقى ده اسم ايه يا شباب؟ مفعول. يبقى حبيب قلبي كلمة مضروب اسم ايه يا شباب؟ قال لك اسم مفعول. لما اجي اقول لك الدرس مكتوب ويجي يسألك هو اسم فاعل ولا اسم مفعول، رد انت بعقلك كده، هو الدرس هيكتب نفسه ولا حد كتبه؟ قال لي لا، حد كتبه. يعني الدرس هو اللي قام بالفعل ولا حصل فيه الفعل؟ قال لك لا، حصل فيه الفعل. يبقى في الحالة اللي زي دي اسم ايه يا شباب؟ مفعول. يبقى اسم المفعول هو عبارة عن اسم، عبارة عن ايه؟ اسم يدل على وقوع الفعل ايه؟ عليه، يعني الفعل حصل ايه يا شباب؟ فيه هو، مش هو اللي قام بيه. زي ما بكل بساطة كده يا شباب لما بنيجي نقول ان الفاعل الذي قام بالفعل، اما المفعول به الذي وقع عليه الفعل. يبقى اسم المفعول هو اسم هيقع عليه ايه؟ الفعل. يلا نسمي الله ونتوكل على الله وناخد مع بعض بقى قواعد اسم ايه؟ المفعول بعد ما تعرفنا عليه. في البداية سموا الله. بص شباب، اول حاجة انا عندي حاجة اسمها اسم المفعول الثلاثي. حكاية اسم المفعول الثلاثي يا أبطال؟ قال لك بكل بساطة يكون على وزن مفعول. يكون على وزن ايه يا شباب؟ مفعول. طب اجهني، انت عارف اللي احنا ايه مش اقوى حاجه كده، عايزين نبسطها شويه. اقول لك تعالى، حضرتك هتدور على كلمه اولها حرف الميم وقبل الاخر حرف الواو، يبقى الكلام على وزن مفعول. الكلام على وزن ايه؟ مفعول. بطل. لما اجي اقول لك مفهوم، مشروح، مكتوب، لو سيادتك بصيت للثلاث كلمات اللي انا كاتبهم لك دول هتلاحظ ان اولها حرف الميم قبل الاخر حرف الواو، اولها حرف الميم قبل الاخر حرف الواو، اولها حرف الميم وقبل الاخر عندنا حرف ايه يا شباب؟ الواو. يبقى في الحاله اللي زي دي يا بابا وانت مغمض عينك ده على وزن ايه يا بابا؟ مفعول. وده على وزن ايه يا بابا؟ قال لك على وزن مفعول. وده على وزن ايه؟ قال لك على وزن مفعول. اتفقنا؟ طيب يعني انت كده بتقول يا جيني ان اسم المفعول الثلاثي على وزن مفعول.
يعني كلمة أولها ميم قبل الآخر حرف الواو. قلت لك تمام. طيب لو جالك في الامتحان وقال لك أنا عايز فعله مفهوم، الماضي منه فهم، مشروح الماضي منه شرح، مكتوب الماضي منه ايه؟ كتب. بكل بساطة اقدر اقول لك لو كتبتولي كده في الامتحان الف مبروك اجابتك غلط. ليه يا مستر مؤمن؟ قال لك لان اسم المفعول يأتي من فعل ماله بقى؟ مبني للمجهول. مهمة دي. يعني الفعل اللي حضرتك هتجيبه لازم يكون مبني لايه يا شباب؟ للمجهول. طب هعمل ايه في الافعال دي؟ قال لك بكل بساطة هتضم اوله واكسر ما قبل اخره. هتضم اوله هتكسر ما قبل ايه؟ اخره. يعني هتحط يا باشا بكل بساطة ضم على اوله كسرة قبل الاخر، ضم على اوله كسرة قبل الاخر، ضم على اوله وكسرة قبل الاخر، فيبقى فهم، شرح، كتب، ويبقى ساعتها مبني لايه؟ للمجهول. تعالوا بقى مع بعض كده ننتقل لايه؟ لفكره سؤال جميله جدا بتيجي في الامتحان. يجي يقول لك حول الفعل الى اسم مفعول. في البدايه يا شباب عايزك تركز معايا شويه. ازاي احول الفعل الى اسم مفعول؟ قال لك اذا كان الفعل حبيبي 3 حروف والثلاثه ما فيهمش ولا واو ولا الف ولا ياء، او كان الفعل 3 حروف وكان اوله حرف عله، القاعدتين هيمشوا على حاجه واحده. يعني سواء الفعل كان صحيح لان ما فيهوش حروف عله يبقى فعل صحيح، وطالما اوله حرف عله يبقى ده معتل مثال. معتل يا شباب مثال. يبقى في الحاجه زي دي لو الفعل 3 حروف ما فيهوش ولا واو ولا الف ولا ياء، او الفعل كان اوله حرف من حروف العله، هتعمل ايه يا بطل؟ هتحط ميم في الاول واو قبل الاخر. زي ايه؟ لما اجي اقول لك الفعل شرب، طبعا لما يجي لك يبقى شرب. حلو الكلام. طب الفعل زي ده في واو؟ قال لك لا. في الف؟ قال لك لا. في ياء؟ قال لك لا. يبقى مين في الاول واو قبل الاخر؟ تبقى ايه يا شباب؟ مشروب. فعل زي شرح اللي هي شرح، هتعمل فيها ايه؟ مين في الاول واو قبل الاخر؟ تبقى ايه يا شباب؟ مشروح. طيب لو الفعل كان معتل مثال زي وجد، برضه مين في الاول واو قبل الاخر؟ يبقى موجود. تمام يا شباب؟ في حاجه صعبه؟ يبقى في الحاله زي دي لو الفعل ثلاثي ما فيهوش ولا واو ولا الف ولا ياء، او كان اوله حرف عله، يحط مين في الاول وواو قبل الايه؟ الاخر. طب اذا كان الفعل 3 حروف وفي النص حرف عله، او كان الفعل 3 حروف وكان في اخره حرف عله، هتعمل ايه؟ ردوا تاني للمضارع، ومن المضارع غير لي اول حرف الى ميم. تاني ردوا تاني للمضارع واغير اول حرف الى ايه؟ ميم. فان يحال يا مولانا اذا كان وسطه عله او اخره عله، يعني كان اجوف او كان ناقص. في الحاله اللي زي دي يا شباب هتعمل ايه؟ اما اجي اقول لك مثلا على سبيل المثال جاب لي الفعل باع، هات منه المضارع يبيع، غير لي اول حرف الى ميم، يبقى ايه يا جماعه؟ بالشكل ده. طيب لو انا قلت لك الفعل صام، المضارع يصوم، غير اول حرف الميم، يبقى بالشكل ده. طب لو كان اخره حرف عله جيني زي مثلا رجا، هات المضارع يرجو، غير اول حرف الميم، هيبقى بالشكل ده. يبقى اذا كان الفعل 3 حروف ما فيهوش ولا واو ولا الف ولا ياء، حط ميم واو قبل الاخر. اوله حرف عله، حط ميم واو قبل الاخر. نصه اخره ردوا تاني للمضارع، نصه اخره ردوا تاني للمضارع، وبعد كده غير اول حرف الى ايه؟ ميم. طب يا شباب صلوا على رسول الله. لو على سبيل المثال كده بص معايا في الحته دي كده على جنب كده،
لو جاب لي فعل زي أعيد، قال لك إذا كان الفعل، إذا كان إيه يا شباب؟ الفعل غير ثلاثي بقى هنعمل فيه إيه؟ تعالى واحدة واحدة كده نشرحه السهل الأول وبعد كده نفهمك التركاية دي. بص يا شباب، قال لك بقى اسم المفعول الغير ثلاثي. القاعدة بتقول ايه يا جيني؟ قال لك ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر. ميم ايه؟ مضمومة وفتح ما قبل ايه؟ الآخر. يعني على سبيل المثال لو اجي اقول لك الولد، بص ركز هنا عشان انا هنا عايز ابسط لك معلومة بين اسم الفاعل واسم المفعول. الولد مستخدم الهاتف، والهاتف مستخدم من الولد. حبايب قلبي، هيجي السؤال في الامتحان ويحط لك خطين بالشكل ده ويقول لك بين نوع المشتق، هل هو اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ شغل مخك يا باشا. لو كان الكلمة اللي هو جايبها لك تقوم بفعل اسم فاعل، لو الكلمة اللي هو جايبها لك لا تقوم بفعل بل يحدث فيها الفعل يبقى اسم مفعول. انطق الكلام. الولد مستخدم الهاتف، الولد هو اللي بيستخدم التليفون يا باشا، يعني هو اللي بيقوم بالفعل، يبقى في الحالة اللي زي دي ده اسم فاعل، يبقى ضم أوله وكسر ما قبل آخره. طب الهاتف يعني التليفون مستخدم، حد استخدمه، يعني الهاتف وقع عليه الفعل، يبقى في الحالة اللي زي دي يبقى اسم مفعول. والاتنين طبعا غير ايه؟ ثلاثي. ساعتها يبقى ضم أوله وفتح ما قبل ايه؟ آخره. الله ينور عليك. طيب شباب أبطال تالتة إعدادي، لو أنا جيت قلت لك الطالب مختار من المعلم، ركز في اللي جاي، واجي اقول لك الطالب مختار المعلم، واجي اقول لك يلا يا بطل انهي اسم الفاعل وانهي اسم المفعول. رتب الجمله في مخك. الطالب مختار من المعلم، يعني الطالب المعلم هو اللي اختاره، يعني الطالب هو اللي وقع عليه الفعل، المعلم اختاره هو، المعلم هو اللي اختار الطالب. يبقى الطالب قام بالفعل؟ لا. امال مين اللي قام بالفعل؟ المعلم. يبقى الطالب في الحاله اللي زي دي وقع عليه الايه؟ الفعل. يبقى ده يا جماعه اسم مفعول. طب الطالب مختار المعلم، الطالب هو اللي اختار المدرس او المعلم، يبقى هو اللي قام بالفعل، يبقى في الحاله اللي زي دي اسم فاعل. طيب لو انا جيت قلت لك بقى يا بطل عايزك تحول الفعل الغير ثلاثي، الفعل الغير ايه؟ ثلاثي، الى اسم مفعول برضه غير ثلاثي. بص يا باشا، اذا كان الفعل غير ثلاثي يحول اوله الى ايه؟ ميم مع وضع الضبط الصحيح والتشكيل الصحيح ليه. ازاي؟ لما اجي اقول لك مثلا يستفهم، يستخرج، يستكشف، طبعا اللي هو بقى مع ايه؟ مع اسم المفعول هيبقى ايه؟ مبني المجهول، يبقى ايه يا جماعه؟ يستفهم ويستخرج والكلام ده كله. طب لو جابها لك بقى الكلمه اللي احنا قلنا عليها اعيد، صلى على رسول الله، قلت لك غير اول حرف الميم ثم حط التشكيل، يلا غير ايه الميم اهو، احط ميم، يبقى هتبقى في الحاله زي دي تبقى بالشكل ده يا باشا مستفهم، ضم اوله وفتح ما قبله اخره. غير اول حرف الميم يبقى مستخرج مع ضم اوله وفتح ما قبل اخره. قال لك يستكشف هتبقى ايه يا جماعه؟ مستكشف مع ضم اوله وفتح ما قبل ايه؟ اخره. طب لو كان الفعل غير ثلاثي قبل اخره ياء، تحول الياء الى الف، واول حرف كده كده بنغيروه الميم، هتبقى معاد باذن الله تعالى.
تمام يا شباب، يبقى كده النهارده احنا اتكلمنا مع بعض عن اسم المفعول الثلاثي والغير ثلاثي، وعرفنا نفرق ما بين اسم الفاعل واسم المفعول، وعرفنا كل حاجه في الدرس. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين. كل سنه وانتم طيبين. لسه التريكات والحركات معانا مش هتنتهي، انتظروا يا جماعه ان شاء الله سلسله التريكات كده، هنعمل لكم زي فيديوهات سريعه دقيقه او دقيقتين فيها كل التريكات بتاعت النحو لطلبه الصف الثالث الاعدادي، طلاب الشهاده الاعداديه، طلاب مؤمن الجهيني. كن قائد حلمك. كل سنه وانتم طيبين.